للناس ولينذروا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه: من جعل الهموم هما واحدا، هم المعاد، كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك. وفي رواية أحمد: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يا الله، هذا الحديث أحب الأحاديث إلى قلبي. هذا حديث عظيم، بشارة كبرى للعاملين في سبيل الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا معهم. بشارة للذين جعلوا خدمة الدين منهج حياة، فهم يصرفون أعمارهم فيما ينصر به الدين، ببث العلم وصد أعداء الدين وإغاثة المنكوبين، أو كان بطريق آخر غير مباشر مثل المال في أبواب صرف المال في أبواب الخير، فالمال في أيديهم ينفقونه في هلكته، في إهلاك هذا المال في سبيل الله، وليس هو في قلوبهم كران يمنع إشراقة الأنوار على الفؤاد. هذا الحديث الذي يجب أن أجعله أنا وأن تجعلهم أنتم منهج حياة، يرسم طريق النجاة والفلاح. من بذل نفسه كلها لله سبحانه وتعالى أعطاه الله كل ما تمنى. ومن جعل همه طلب المال أو الصيت أو السمعة أو غير ذلك من ألوان الشهوات تركه الله إلى شهواته تهلكه. فمن صرف قلبه إلى المال يجمعه تكثرا حتى يسكن إليه قلبه زاده المال هما، وكان خوف الفقر بين عينيه لا يغادر ذلك. ومن جعل حب الظهور مطلبه وغاية سعيه انتهى أمره إلى أن يصير عبدا لمن يتجمل لهم، فهو مشغول بهم عن إصلاح نفسه ومهموم بقالتهم فيه عن النظر في حاجته. هذا الحديث الجليل سفينة النجاة لكل مسلم. من جعل الله همه أغنى الله قلبه ودفع عنه هموم الدنيا وأورثه لذة لا يجدها غيره، ثم هو في الآخرة من الناجين. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اللهم ارزقنا الهمة لهم الدين، ولا تفرق قلوبنا في هموم الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.